صباحكم فل. اتكلمنا على نقطة إيجاد الذات ومعرفة الذات، وبعدين معرفة ماذا نحب وإيه بيخلينا نفسيا مبسوطين. قد يكون اللي بنحبه ده، أنا ما بتكلمش على أشخاص، أنا بتكلم في العموم. قد يكون الحاجة اللي بنحبها دي بسيطة جدا، يعني في ناس سعادتها مثلا إنها تتمشى على الكورنيش وتاكل ترمس، ودي تسبب لها سعادة. في واحد لا، في واحد سعادته إن هو يروح يقعد في مطعم غالي وشيك ويدفع له كذا ألف جنيه، يحس من جواه كده إن هو عايش غني وقادر ياكل اولاده وياكل نفسه في حتت حلوه. دي بتعمله اشباع. في واحد الاشباع بتاعه انه يروح يجيب زي الغرب هنا مثلا، تلاقيهم جايب كل واحد ازازه حاجه ساقعه ولا ازازه بيره ولا ازازه حاجه يشربها، وماشي هو وصديقه او صديقته في الشارع، وقاعدين في الارض على الرصيف او على الرصيف، وقاعدين يشربوا ويتكلموا، ودي سعادة ودي متعة بالنسبة لهم ان هم اتقابلوا واتكلموا وتبادلوا خبراتهم وآرائهم. فكل إنسان لازم يعرف هو بيحب إيه وماذا يسبب ليه إشباع. إشباع عاطفي، إشباع نفسي، إشباع مالي، إشباع آه، اجتماعي، إشباع على كل الأصعدة والمستويات. أنا بحب مثلا أنجح في عملي، وده يشبعني نفسيا واجتماعيا و... و... ويجعلني سعيد. تحقيق ذاتي ده لوحده بيسعدني، مش لازم أخرج أتفسح، وإن كان لازم يبقى في أكتر من شيء بيسعدك. من أكتر الحاجات اللي اتعلمتها في أوروبا إن كل إنسان لازم يكون له وقت بتاعه. وقت بتاعه هو لنفسه فقط. أنا ماما وأنا زوجة وأنا ست عاملة، لكن عندي ساعة في اليوم مثلا أو ساعتين في اليوم أو نص ساعة على حسب، بقعد فيها مع نفسي. ممكن أعمل حمام حلو سخن، وهقعد بقى في البانيو كده واحط شاور جيل وروايح وزيوت حلوة عطرية، واقعد فيها ريلاكس مثلا. يعني انا بديكوا امثلة. او مثلا اروح الساونا، او مثلا اروح اعوم في حمام السباحة شوية لوحدي من غير عيالي ومن غير جوزي، عشان يبقى عندي انا لوحدي اشباع نفسي من نفسي. اقعد في الوقت ده افكر جوه نفسي، انا بحب ايه، انا بحبش ايه، ايه اللي حصل لي الاسبوع ده وحش وضايقني، طب الوحش ده ممكن نحله ازاي، نتكلم فيه ازاي. جوزي مثلا بيخوني وما اكثرهم يعني، فهحل المشكله دي ازاي. او مثلا اولادي في عندهم مشاكل نفسيه او مشاكل تعليميه. يعني الواحد لازم يوجد لنفسه وقت لنفسه، مش بجري من هنا لهنا للشغل، للكورس، جبت الاكل، طبخت، العيال كلوا، العيال ذاكروا، عملنا كله ونمنا وانا مش موجوده اساسا. يعني انا عملت ليهم كل حاجه، لكن انا فين؟ وبالتالي كل انسان، وده اللي بيعجبني في المانيا وفي اوروبا، انه كل انسان على اختلاف جنسه، يعني راجل ست طفل، لازم يبقى له وقت لنفسه. لازم يقعد مع نفسه يفكر ويقول انا عملت صح، انا عملت غلط، انا محتاج ارتاح في كذا، انا عايز اكل شوكولاته، عايز اكل ايس كريم، انزل لوحدي اتمشى واخد ايس كريم وامشي كده اتمزج مع نفسي، امشي على قناه على النهر مثلا واجيب ترمس واكله. يعني كل واحد لازم يعرف يحب ايه، ومش شرط بحب ايه ده يكون غالي، بحب ايه ده يكون صعب.
تحقيقه، او لما بحققه لازم له خطوات كتير عشان احققه. لا، بسيط قوي. والله انا ممكن اروح اعوم شويه، اطلع الطاقه اللي جوايا والميه تنعنشني كده، اعمل حمام سخن حلو، اقرا كتاب في الحاجات اللي انا بحبها مثلا، اخرج مع اصحاب بحبهم، اتبادل معاهم خبراتنا واحاديث كده لطيفه فيها تفاهم، ما فيهاش دايما شد وجذب. في حاجات كتير قوي لازم نتعلمها لنفسنا اولا. يلا، صباحكم فل، رشا امين.